بتعرفي انه ابنك عم بدخن ولا لا؟ مين؟ حمودة؟ عليك هاي سيجارتين. لا مو معقول. بتعرف اذا الحكي مزبوط لسانك ما بيخاطر حركات كنا نعملها نحن. بتعرف ليش انت؟ مشكلة مرت عمي كل رفقاته بيدخنوا المشكلة. زودوها كمان اذا بدك تطلع مع رفقاتك مشان تدخن سيجاره برا لا سمح الله يعلموك شغلات ثانيه لا. متفقين معنا بالخطة. اليوم امي رح تفجر الكوكب. اليوم اخر يوم بحياة حمودة اخي صراحة. اليوم نحن موعودين باكلة ملوخية تحت عند ماما، عاملة ملوخية ناعمة. نحن هلا عند يوسف ونور بالبيت. بالضبط، فبدنا ننزل انا ونور، بس قبل ما ننزل كنا عم نقول ان اخوك محمد كبر، فعم نحكي عن مواقف بتصير مع المراهقين، فاقترحنا انه ليش ما نعمل مع ماما شغله نشوف ردة فعلها اذا اكتشفت بيوم من الايام انه محمد عم بدخن. رح نحط بقلب يا غرفة حمودة يا اما شنطاية حمودة، هاي اغير بده يعملها يعني عندي هي الشغله هاي عنده لاغير. بدنا نحط باكيت دخان ونتهم حمودة تهمة قوية وقدام مين؟ قدام العائلة الكريمة. طبعا حمودة بيعرف يا جماعه، حمودة نحن متفقين معه بهذا المقلب. رح يصير هذا الفيديو عباره عن مرحلتين، المرحله الاولى ومرحله ثانيه، شوفوا الاثنين لانه كثير حيكون. لانه المرحله الثانيه رح نخلي محمد يعني هو بحد ذاته يصير يقول والله ما دخني، والله يعني تنقلب لحقيقه. بدي اكل ملوخية انا. على فكره تاخرنا لبابا رح يعمل لنا ملوخيه، رح يشنقنا شنق. اذا احنا على اساس انه جايين زياره رسميه عندهم، بتعرفوا انه نحن بعد ما صرتوا انتم اثنين سلفات مع بعضكم نعمل زيارات رسميه انت بيناتنا. بلاحظ دائما بنحطها الظاهر اغير، بنقول له اغير هو اللي تاخر او يوسف مثلا، ما ونحن اللي بنكون اللي متاخرين. بس لكم سر ما بتعرفوه انه اكثر اثنين بالعالم قوايا هن نور وهديل، بنفس الوقت اكثر اثنين بالعالم بيخافوا من ابوهم هن نور وهديل. بالعكس انا مبسوط بحبه كثير لعمي، عمي ما في منه، بعدين عمي دائما مع الحق. بس لك احذر شو انت نسيت شغله على فكره، نحن من حبنا لبابا ما بنقدر نقول لا. ايوه بالضبط، وبنركض ركض كمان لانه بنخاف من بابا الاثنين. حموده وين ماما؟ بالمطبخ. بالمطبخ؟ اكلت ولا لسه؟ اكلت. يلا رايح لعندها مسكت الكاميرا، رجعت لك. قولي. يلا ويانا فوت على اوضتك. ليش؟ مش مساوي انا. ولا دكتور يا ظالم. يا ظالم بس بدي له شغله، ما بيعرف اضرار التدخين. شوف شو بتعمل السيجاره، طلع. قديش عمرك انت؟ انا 15. 15 ولهلا ما دخنت؟ الله عليك، لا ترد عليها. بمزح يا جماعه، اوكونا التدخين عن جد والله اكبر ضرر بالعالم يعني، بس نحن هيك بس من باب المزح. هلا شوف شو رح تعمل بالخطوه الاولى، بدك توزع لها السجاير. سجاير؟ حطهم بغرفه حموده بحيث امي وين ما حطت ايدها تلاقي. هلا بالعاده الواحد دائما بيحط تحت مخدته دخان. ايوه على طرف التخت مثلا اذا حطينا وحده هون مثلا تحت المخده نحن، وفي بالعاده بيحطوا كمان هون تحت هي الفرشه. ايوه هي كمان كثير بيخبوا فيها. شو حموده تحت الفرشه حبيبي؟ عرفان شو الموضوع؟ لا شو مو حبيبي؟ دخان، اشياء ثانيه. هلا انا بصير المقلب فيني بعدين. بنقض عليك. هي اثنين تحت محل ما بيلعب هون اغيات، هون بضل قاعد هون. وين بضل قاعد انت حبيبي؟ مو الحق عليك، الحق اللي بيشتري لك اكس لا بوكس. شوفوا غرفه مدلله كمان. غرفه مدلله وقال الله ايامنا كان في اتاري، عم بقول له الله لا ايام مدلل. لا مظبط لي اموره. هلا هون في كمان حاطط شريط ما بيأثر. هي بنحط واحدتين هون. تعي كمان وحده هون. انت شو تتوقع ردة فعل ماما؟ قولي يعني حيالله شيء الا الدخان يعني. هلا اخر وحده حطيتها هون ما؟ هون حطيتها ليكا تمام. بدي اجيب له صحن سيجاره انتو بخبيه بغسانه صحن سيجاره. قبل ما اطلع بتشغل السيجاره خليها تطلع ريحتها بالغرفه وبطفيها تمام بحيث انه ما تكون مبينه. انا رح اخذ حموده برا شوي نحكي مع ماما وقعد معنا شوي، برجع هو بفوت قبلي. شو رح نعمل هلا؟ هون رح احط سيجاره، بس اللي حيصير كمان انه نحن هذا الباكيت رح نخبيه لجوا شوي، وهذا اللي نحن على اساس ما لنا علاقه فيه نهائيا. يا عيني عليك يا ها. لك يا هدول لا انه بس هلا بعد ما تعبق الريحه قول لي. قل لي حموده اخوك يجي. حموده لا صحيح لازم يكون طيب هلا بناديله. رح نجيب وحده نكسرها هون على اساس كان في بقايا يعني. علينا هي نشغلها. بلشت تطلع الريحه. بلشت. افتح بالغرفه باخور. هلا بنطفيها بعد ما خلصت. تعال شو رايك نخبيها هون مثلا؟ هيك قولي.
تمام فرجيني. تمام. هي انا كمان اخذ معي الموبايل مشان بدي اروح لعند ماما. شوف هلا شو حتحكي مبدئيا يعني مبدئيا شو حتحكي. يلا. لما اللي بعدها امي ايه حبيبي بتعرفي انه ابنك عم بدخن ولا لا؟ مين؟ حموده؟ لا طبعا هو بدخن. ما بدي اصدمك يعني بس ما قدرت اسكت اكثر من هيك. نزيل لا تلعبي لي باعصابي هون. امي فتت محمد ما بيقدر. طلعي فتت هلا دقيت الباب وفتت هو طول كان عم يلعب على الكمبيوتر. فتحت ريحة الغرفة دخان نور دخان ريحتها معبقة روحي شمي. عن جد عم تحكي؟ والله العظيم ريحتها دخان روحي شمي الريحة. امي يعني حمودة شو ما عم تراقبي يعني صار مراهق. براقبه وبثق فيه كمان. قومي شوفي قومي شوفي تعالي قومي نور. على فكرة مرة طلع عندي على البيت وكانت ريحته دخان. حمودة صار مراهق يعني ممكن كثير. شمي فيني تفضلي تفضلي شمي الريحة. بلكي أول كان هون واقف قبل شوي. لك لا بابا ما فات على الغرفة حبيب شايف والله في ريحة دخان بغرفة شو ريحة البيت. الدخان لغرفتك حبيبي. شوف محمد شو انا دخان بثق ما فيك دخان؟ وبعاملك مثل مو مثل ابني كانه رفقات انا وياه. بتعرف قديش بنتصارح انت بتصارحني وانا بحكي معك. لا انا شامم ريحه عطر ما شامم ريحه. لا مو عن ريحه عطر. حبيبي ريحة دخان وفوق عطر ما انا مربيتك وبعرف شو مربيه. وبعدين اذا دخان شو يعني؟ لا حبيبي شو يعني شو يعني؟ حبيبي؟ بعدك قد النتفه حبيبي بابا قاعد برا يعني وهلا شو رايك نروح نقول له عادي وحمودة قولوا له عادي. مو ضروري اذا ريحه الغرفه دخان معناته انه هو اللي كان عم يدخن. يعني انت عن مين جد كان يعني عم مو ضروري يدخن انا هذا؟ يكون عم بدخن. بركي حدا فات وطلع انا ما بعرف شو. في شيء حبيبتي حدا شو بده تفضلي شوفي لا. هون في شيء يعني شوفي لا طلطة. وين هي كانت؟ هون كان مخبية قاعدة. بتعرف حمودة اذا الحكي مزبوط لسانك ما بيخاطب الحركات كنا لسانك. نعملها نحن. تعرف ليش انت؟ هيك هي سيجارتين. لا مو معقول حدا الله رازقه رئتين حلوين نضاف بيجي بخربون. بابا اكيد نايم بابا. هدول رفيقي يمكن اعطاني اياها انا ما نسيتها. يمكن هدول رفيقك هو ما دخنهم فيهم يعني. يدخنوا يعني. وليش مخبية رفيقك تحت؟ بعدين رفيقك قدك يعني مرت عمي مدخن هذا الدخان هذا خبره مبين عليه انه مدخن. بعدين تفضلي القداحة ما شكله هون. القداحة لك تفضلي. شوفي فاضي غازه ما عم بتشغل يعني. شو فاضية شغالة. فاضي يا زلمه. والله شغالة. يعني هلا شميت ريحة الدخان تفضلي. بحطوها بظهري. تفضلي شو رأيك انت؟ يعني انت شو رفقاتك رأيك؟ بدخنوا انت مو تنجر هي وراهم. تحت المخدة اللي انا تفضلي عم تحت المخدة. لما اعطاك شيء اخيرا منيح ما بتحترم اهلك. ما دخل دوري بابا شوفي تحت الفرشة ما هي شوفي بدك. تحت الفرشة تحت هون تحت ايوه هي المخدة الفرشة اللي تحتها تماما. هي هاي وحدة. دخانك كل تفضلي يوم بقوم بالشرشة. حبيبتي هاي اليوم شو جاي بكل مكان؟ لو كانت امي كانت مسحت فيه الارض رسميا. هيك هي وحدة كمان ها تفضلي. اشياء كثير متاحة. اعطيتوا له راحته وصار في وحدة تحت الفرشة هون وحدة تحت بقول لك الفرشة هون. هدول في واحدة لرفيقي. تحت وعي المخدة. اولاده. هدول لرفيقي مو إلي. الشغلات الغلط ما يمشي فيها. انت مو إلي. بتقلي خلي بابا يبطل دخان بخاف على صحته. انت بتقلي. لا صح شو هاد طيب؟ شو بعرفني رفقاتي. بكره بتجيب لي اياه لرفيقك. والله انت شكلك شاري الباكيت وفارغ عشان ما حدا يشوفه. لا الباكيت لحاله اذا خبيته احسن. محمد دخان شو دخان حبيبي بعدك قد النتفه. عندك هدول عصاية مربيتك انا وبعرف شو مربيتك. خلص معي بقى. بدك تعرفك اذا ما بحكي هلا معي بقول لي شو اللي خلاه يدخن. بدك رح ما فيق ابوك ايه على رح الدخن. ابوك وقال له القصه كلها خليه يجي. سلام مرت عمي هدي سلام. هدي. روح الحق رح تقول له بابا. روح هيك الا تعال الا تعال الا جيبها لهون لون مو الي حبيبتي اللون مو الي. لك هدين؟ يا ضلب بتجننوني. مرت عمي رايقة كثير والله. فجرتي لي امعائي من كثر ما انا انا عالصراحه علينا. صحيح حتى ما بيعرف يشغلها يا علي. الدخان هيك يمكن. انا وبابا يمكن. ما هيك؟ ايه صح كل شيء بصير معنا كنا نيجي نحكي كذا شو لماما. بصير معهم باليوم فورا بيجوا بس امي انا بقول لك ابنك عم ليش هالقد مسالمه؟ مو معقول اجي اكل سوي. شغلي واضربه هيك اعملي له. قولي يعني هدية دغري والله امك رايقة. يمكن لو اجيتها بيوم تاني تكون مو رايقه فيه كانت هي زتتني دغري يعني. ورايقة اليوم ايه عن جد. مرت عمي بعرفك أنا. اشترينا له شريت باكيت له. باكيت كامل عشان يتعلم يعني. والله. إيه لك جبنا والله انتوا له عم تحرضوه يعني يتعلم. وقداحة وصحن ابني سيجارة. وبعرفه ابو محمد ما بدخن ما في في شغله كمان نسينا نقول لك عليها انه هون في سيجاره هون خبينا لك اياها للامانه. عشان ما تلاقيها بعدين يعني تقولي
هاي خبينا لها يعني. ايوه بس ايمو هدلون هيك امسحوها مشان ايوه عشان ما تجيني بيوم ثاني تقول لي اعصابي ما اليوم. امي. اوه هي انا هديل. والله العظيم هذا انا ما حطيته. شو ما حطيته؟ والله العظيم هذا انا ما حطيته. جد ما حطيت شو انت اكيد شو انت حبيبي؟ أكيد انا عم انت. بقول لك هاي بلاقي باكيت كامل. لك خلص بقى. والله العظيم انا ما حلفي بالله حطيته. حلفي بالله. والله العظيم ما حطيته انا. مين حطه؟ هاد لإله. لا مو لإله حبيبتي. بلا لإله. مو مليان حتى يعني شو من وين اجى هاد؟ غير انت حطيته. والله العظيم صرت عمي لك شغله، انا الغرفه هي كلها ما فت ما عليها، فت فت عليها بعدك انا ما صراحه. طلعت عن جد عم خلص بتدخل. بقى. يمكن عن جد لفيقي هذا. هلا حطيتيه هذا عن جد تسمح لي بالخزانه ولا ما أدخل؟ حطيتيه؟ والله العظيم ما حطيته. بس عمي عم تحلف بالله ما والله حطيته العظيم بالخزانة. ما حطيته هذا لمحمد. على فكرة عم بقول لرفيقه كمان. عشان هيك انت كنت عم تلمح لي قبل انه امشي نشوف ردة فعل ماما اذا انا عم بدخن، طلعت انت عم تدخن لا، حقيقة. ايه علينا. ما شاء الله. خلص حبيبي. دارسة بدخن دارس الموضوع. بضر صحته. هذا كله ما بعرفه انا. والله العظيم انا ما حطيته، امي هاد لإله. ما تصرفي معه. بسمحوا له يشتري دخان ولا من ماكينة ولا من عن جد محل. من وين والله عن جد تجيبه من يعني؟ من وين بده يجيبه يعني؟ من وين لا تجيبه؟ طب انا رايحة افرجيه لبابا اقول له هاد لقيته بخزانة. فرجينا بابا هاد مو الي. باكيت والله العظيم هذا ما بس خليني خلوني احكي. انتم. ايه حلفت بالله هدي انه هذا الباكيت هي ما حطته بالخزانه تمام؟ هاد مين معناتها الباكيت ما في غير كله محمد يعني. كنا عم مقلبك يعني انه عسى. شو لسه عمرك انت انت ها قاعد عم تقول لي ساوي مقلب بماما. يا محمد قاعد والله لا تخليني اعصب عليك ها خلص. ايه علينا. حبيبتي ما شفتيها عم سوي فيكي مقلب؟ لا مو مقلب صار هلا مو مقلب. حلفت بالله ما حطيت الباكيت بالخزانه. حبيبي هذا بمشي. لا هذا الباكيت لك قولا واحدا. والله كمان انا ما حطيته بالخزانه. هاي شغلات بوابك يعني بتودي لشغلات ثانيه. قالوا له الحرام يحلف قال اجاك أيوة. الفرج. انا بس احكي إيه معك علينا. كلمتين او رح تضر حالك اولا واخيرا يعني. قلت عمي هذا دافع حقه شي 8 او 9 يورو، بتعرف اذا كل يوم بصمت 9 يورو اذا كل يوم بدخل له باكيت، هي اذا باكيت ما في اذا باكيتين. لا 10 باكيتات. بعد 5 سنين بعد 5 سنين بصير معه حق دولاب سياره، بس شو انا احسن من ما هيك؟ بشم ريحته اصلا انه دخان. يمكن لأبي هذا يكون حاطه عندي بالخزانه. بابا بده يجي يحطه بخزانتك سبحان عم الله. يخبيه من مرت عمي يعني باكيت ابوه. بعدين انت خاسر ما بتقدر ما تشتري، بتقدر مين اللي عم يشتري لك اياهم؟ شو مين اللي عم بعرفني؟ يشتري لك اياهم؟ محمد لا تخليني ها تطلع معي هلا. بدك خلص. خلص ها شو هيك هلا ابوك حبيبتي. يسمع الحكي ويصير بك والله والله العظيم مو انا حطيته بدي بالخزانه. اجرب وما بدي اجرب. والله مو انا حاطه بخزانه والله العظيم. محمد ايه خلص لا تصدقوني شو اسوي يعني؟ ليش الباكيت عندك؟ في اماكن لاقلاع الدخان مثل مصح يعني بتفوت عليه بتقعد لك شهرين زمان لك مو لهالدرجه. لك مو لهالدرجه انا ما بعرف من وين جاي اصلا هو. اول شيء رفقاتك اللي بدخنوا بعد عنهم، هاي اهم، هاي اول شيء ماشي. مشكلة مرت عمي لا ترفقه. كل رفقاته بيدخنوا المشكلة. أي شو دخلوا رفقاتي يصطفوا. بدخنوا؟ انت لا تمشي من معه. وين هالمعلومات؟ يعني انا اللي بعرفهم رفقاته واحد كله بيدخنوا. زودوها كمان بحس بالك لا لا، ما هذا المقصد بس إيه. انه في واحد كثير عنده معه غليون، بتعرفي الغليون؟ معقول يعني؟ لا، معقول لا. حموده لا، لا. رفقاتك هيك؟ بابا ابنك عم بدخن وهذا الباكيت لقيته ما بعرف تعال امجد بخزانته. عم يحقوا 8 يورو مدري 9 يورو الباكيت. بابا قاعد على البرندة مشان هيك ما سمع عن السيرة. لا انا بثق بابني بقول لا يعني لا. ما كمان ايه بثق فيه. ان شاء الله. بعدين انا قايل له بثق فينا ابي. انا قايل له ما بعرف السيرة. اذا بدك تدخن دخن ودخن قدامي بالبيت. هذا بس الدخان مضر بالصحة وتأذي حالك. نحن اهم شيء بالدنيا وانت صرت مصلحتك. زلمة بتعرف مصلحتك. اكيد بعرف مصلحتك. إذا بدك تطلع مع رفقاتك مشان تدخن سيجارة برا، لا سمح الله يعلموك شغلات ثانية لا. عمي في واحد معه غليون برفقاته غليون. ما بهم، أنا بعرف ابني إنه ما بيرافق إلا كل الناس شاط، لو رافق واحد بدخن ما راح يدخن. اللي منيح فيهم بدخن سيجاره قلت له الكترونيه. بس بدك تدخن تعال لي إنه أنا بدخن، لا تدخن من ورا ظهري. حمودة ابني مو بس ابني ورفيقي. ايه طبعا. لما بده يعمل شغله بيجي بيقول لي وانا واثق تماما لو انه عم بدخن كان اجى قال لي. فلذلك ما بقتنع انه لو شفته جوا ولا أنا بعيني ما ما بقتنع. بقتنع. بس بحب اقول لك انه هذا الباكيت انا حطيته كمان. واحد ثاني واحد ثاني. حلفتي انه مو انت حاطط وانا طين. عفوا والله ابيض اللي حطه حلفت. والله هي حلفت عن حالها انا اللي حطيته انا صراحة. بالسحر على الساحر. كفو. احمر خضر صفر مدري شو شو صار. اروق اب العالم عمي. لا وطلع اصدقاء. وقال لي هو والله يعني كان صديقي شو انا ما بدي ادخن اصلا هو انا ما بحبه كله ما بحبه. حموده بتسويها بيجي بيحكي يعني شغلتك دغري. مصاري ناقصك مصاري مشان تصير تدخن؟ لا حموده صديقي الحمد وليس لله يعني ابني.
الحمد عن لله. جد سمعني. الله يخليكم لبعض يا اي عمي. والله أي والله. امين. أنا بدي احكي انه هاي التجربه كانت مشان نشوف بس ماما وبابا شو ممكن يكون رده فعلهم، وفعلا في علاقه ما بتثق فيني امي، ما بتثق فيني. لا بس بتعرف ثقتي فيك شوف ابي هلا لما اجى يعني صار ما شاف السجاير والباكيت والخزان. ما شم الريحه حبيبتي، كانت. بس قالوا لك ما ادب يعني. انا بالاول كنت واثقه فيك، بس لما شفت هذا هدي هي مرت عمي انت. الام تفكر مشاعرها، بس الولد يعني مو الولد، الشاب والاب بفهموا بعض، بيعرف كيف الاب أكيد. يكون صحبه هو ابنه، اكيد. مو اب وبخاف من ابي واي شغله. طبعا، بس كمان اذا انا بده بخاف يخاف هو الاحترام اهم، ما في خوف، في احترام. والله عمي انا كان ابي يا عمي يكبسني قتلي على الطالعه والنازله صباحيه ومسائيه هيك بدون سبب. لا ما بتوقع. لانه عن جد اكتشفت انه علاقه ماما وبابا بمحمد كثير حلوه، عن جد علاقه صداقه. هي امي حبيبتي هي. والشغل بلشنا هلا ناقصه هلا بده عمله اعطونا عمله. عن جد من زمان بابا تعاملوا معنا هيك، عرفت؟ لما كانت تصير معي مشكله واجي احكي لها لبابا اكون مطمنه تماما انه بابا رح يساعدني بحل المشكله قد ما كانت كبيره. انه هلا اعطيتيه الامان انه مستحيل يدخن، صح؟ هو لا ما عاد ينشك لا فيه. ما اعطوني الامان، قال لي ابي اذا بدك تدخن دخن قدامي. هلا انت ما عاد ينشك فيك، امين. عرفتي شو؟ مين؟ عمل له حبيبي هلا انت اصلا بعدك قد نتفاهم. لا انا بتذكر حموده اول ما اجيت خطبت هديل وتجوزتها اول فتره كان عمره 5 سنين، كان يقعد اقل كنت حطك على حضني بهالفتره. تعالي بالله خليه يقعد على حضني لشوف شلون بيطلع بالضبط. يلا تعال شوف. بسم الله بسم الله. تعال ماشي بعين الله. لا والله اقعد على حضني. لا لا والله لا والله ما بس. هيك كنت اعطيني صوره. عم تاكل ملوخيه، اخر من ياتي لاكل الملوخيه خلص اخي بردت، ما هي ما في داعي تاكلها. يعني هلا اذا انتم حتفتحوا قناه تمام، معقول انت تجي تاكل اثناء التصوير؟ بدك توقف اكل تروح تصور بعدين تجي. عرفت؟ ثاني مره بتجي حبيبي تدخل دغري بالتصوير، بعد منها المفاجأة الكبرى بدنا نقول لهم اياها انه رابط قناة نور يوسف تحت صندوق الوصف. ايه وفي كمان باول تعليق. ايه باول تعليق صح، 5/9 رح تبلش تنزل الفيديوهات ورح ينزلوا ورا بعض، فخليكم متابعين واشتركوا، لا تنسوا الاشتراك وشو عم تقولي لي وشو؟ بابا عم يطلع من بين نور. تعالي